الرسيفر عندي بيسخن وبخاف من الرسيفر. ايه المشكله دي؟ ما تقلقش خالص، هي الرسيفرات المنيو كلها كده بتسخن. البروسيسور لما بياخد فتره كده 3 ساعات ولا ساعتين او 4 ساعات بيشتغل على الكهرباء، ده الطبيعي بتاعه، بيسخن السخونه العاديه. لكن لو سخونه جامده جدا، حاول بقى تريح الرسيفر ساعه او ساعتين على الاقل عشان خاطر يرجع لطبيعته، عشان خاطر ما يهنكش معاك. لان لو هنج معاك او كده هتلاقيه ابتدى يقرفك شويه، لازم تشيل الكهرباء من الحيطه وتشغلها تاني. ده كان فيديو مهم جدا جدا جدا، لازم اقوله للناس عشان خاطر في ناس كتيره بتبقى قلقانه ان المشكله عندي ان الرسيفر ده ممكن يتحرق او الرسيفر بيسخن جامد. لا، السخونه دي بتبقى عاديه في كل الرسيفرات يا جماعه، وخاصه في شهر 7 او 8 دي بتبقى سخونه جامده جدا. طيب لو انت قلقان من كده، ريح الرسيفر ساعه او ساعتين، مفيش اي مشكله. لو انت مش هتسمع هيشتغل معاك زي الفل، وما تقلقش، دي سخونه عاديه بتاعت البروسيسور بتطلع على جسم الجهاز، فما فيهاش اي مشكله، ما تقلقش منها. لكن لو سخونه جامده جدا اسخن، خد بالك منها، وافصل الجهاز على اقل حاجه ساعه، اقل حاجه ساعه عشان يرجع معاك لطبيعته. ده كان فيديو مهم جدا، لو عجبك لايك وشير وصلي على النبي.